فمحمد عواد بالتالي بدأ يفكر في العروض اللي كانت متقدمه له من الخليج. وخليني اقول لك برضو ان فيها عروض كويسه، واكيد الخليج فلوسه كفلوس ماديات اكيد افضل من فلوس الزمالك. طيب مين يا سيدي الحارس اللي نادي الزمالك بيفكر فيه؟ نادي الزمالك بيفكر او في مفاوضات متقدمه جدا مع، يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب يكون الجماعه بخير وفي احسن حال. اتكلمت معاكم عن محمد عواد وان هو اتضايق وغضب جدا بسبب عدم مشاركته امام الاسماعيلي ومشاركه محمد صبحي مكانه، بعد طبعا ما كان هو الحارس الاساسي وهو اللي كان بيشارك وكان ماشي مع الزمالك بشكل كويس جدا. وقلت لكم كمان ان شيكابالا تقريبا لم الدنيا، لكن مش هتنتهي جوه محمد عواد، وهيبقى في عواقب للموضوع واولها تجديد محمد عواد. والحقيقه ان انا جاي اقول لك النهارده ان تقريبا او غالبا محمد عواد ممكن يكون موجود خارج نادي الزمالك في الموسم اللي جاي، ونادي الزمالك شغال على حارس مرمى وفي مفاوضات متقدمه جدا. بس خليني قبل ما اقول لك مين هو حارس المرمى، خليني اقول لك ان محمد عواد كان من المفروض ان هو بيتقاضى راتب كبير، كان تقريبا بياخد حدود 18 مليون. تمام نزل بال 18 مليون ل 10 مليون تقريبا في الكلام اللي دار ما بينه وبين الاداره، لان انا قلت لك ان هو تقريبا كان مخلص الاتفاق، يعني ما كانش عنده مشكله الراجل. تمام. لكن من الواضح ان نادي الزمالك هو بقى اللي اصبح مش عايز محمد عواد. ليه؟ لان محمد صبحي هو اللي هيبقى الحارس الاساسي في اللي جاي، ومحمد عواد ممكن ما تبقاش فرصه احسن حاجه. فمحمد عواد بالتالي بدأ يفكر في العروض اللي كانت متقدمه له من الخليج. وخليني اقول لك برضو ان فيها عروض كويسه، واكيد الخليج فلوسه كفلوس ماديات اكيد افضل من فلوس الزمالك. طيب مين يا سيدي الحارس اللي نادي الزمالك بيفكر فيه؟ نادي الزمالك بيفكر او في مفاوضات متقدمه جدا مع احمد الشناوي، حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، والمفروض ان هو هيكون متواجد او بنسبه كبيره جدا يعني هيكون متواجد من الموسم الجديد، احمد الشناوي. طيب هنا بقى انا ليا تفكير وليا سؤال مهم قوي، انت هتستفاد ايه لما تجيب احمد الشناوي وتمشي عواد؟ تعال نحسبها حسبة عقل، وواحد من جماهير نادي الزمالك بيفكر لمصلحة نادي الزمالك فقط. طبعا مع كامل الاحترام لكل المتواجدين في إدارة نادي الزمالك، يعني أنا عارف إن كلهم حراس مرمى، عندك كابتن أحمد سليمان حارس مرمى، عندك عبد الواحد السيد حارس مرمى، عندك الكابتن حسين السيد حارس مرمى، أنا معاك. بس خليني أفكر تفكير بالعقل كده دلوقتي كمستوى فني الأول. هل احمد الشناوي كارقام بعيد عن محمد عواد؟ انا من وجهة نظري لا، لو مش هما الاثنين زي بعض فالفرق مش بعيد، دي وجهة نظري. يعني انا مش عايز اقول لك ان ممكن عواد من وجهة نظري انا يبقى افضل، بس خليني اقول لك ان هما زي بعض او الفروقات بسيطة جدا. طيب ادي المنطقة الفنية او الجزء الفني. تعالى بقى نتكلم في ما هو اهم، الجزء المالي. المادة ايه ظروفها؟ النهاردة انت هتجيب احمد الشناوي، هتجيبه من بيراميدز، هتدفع فلوس، غير ان هو راجل لاعب منتخب مصر طبعا وبيتصنف يعني ان هو من الحراس الاولى يعني، فهيجي يطلب رقم وهتديله رقم. طب ما انا عندي واحد متواجد اوريدي وهيجي والراجل يعني متفاهم الوضع وما عندوش شروط والدنيا ماشيه معاه كويس ولمم الدنيا وعارف الفرقه ماشيه ازاي والدنيا كل حاجه عنده. طب ليه اعمل كده؟ يعني ليه اعمل كده؟ لا هو هيبقى فارق مثلا فني مثلا فاقول لك انت جايب واحد لا يا عم الفرق كبير، لا وماديا كمان هيضرك. طب ليه انا بعمل كده؟ وبعدين هو احنا ليه كل ما نغلب نروح للناس اللي كانت عندنا؟ انا بجد الموضوع ده بيضايقني جدا جدا جدا. يعني كل ما نغلب نشوف الناس اللي كانت موجوده قبل كده. ليه؟ انا ما اعرفش. يعني احنا قبل كده كنا بنفكر في بن شرقي، طبعا انا ما بقولش بن شرقي مثلا قليل، بس اكيد في ناس تانية كتير. يعني هو ما فيش في الحته دي الا بن شرقي في القاره؟
مش فاهم. برضو بنفكر في احمد الشناوي، وكل التوقعات بتقول ان المفروض هنجيب مصطفى فتحي والناس تقول لك هات طارق حامد. هو ليه دايما بنفكر في اللي كان عندنا وبس؟ ليه قافلين عينينا؟ ما في لعيبه كتير جدا وممكن تبقى اسعارهم اقل بكتير على فكره، وممكن يبقوا افضل. ليه بندور على السهل؟ ليه مش عايزين نتعب؟ بالعكس، ده ممكن الموضوع يبقى اغلى، ممكن يبقى اصعب ان انت تاخده من بيراميدز وتعمل حوارات وتعمل زي عبد الله السعيد. طب ليه؟ يعني ليه؟ انا مش فاهم. والفارق بسيط جدا يعني بينه وبين عواد. يعني لو في فارق، انا من وجهة نظري والله عواد افضل. انا من وجهة نظري دلوقتي عواد عندي، لا خلاص امشيه ليه؟ وازاي اصلا يعني ازاي اصلا ابدي محمد صبحي عن محمد عواد؟ انا مش فاهم. ما ينفعش ان الاداره تكون بالحب والكره. ما ينفعش ابقى انا بحب لعيب فهديله فرصه، وما بحبش لعيب لا مش هديله فرص. لا، الاداره شيء ومصلحه الزمالك شيء، والحب والكره ده حاجه بينك وبين نفسك. من حقك تحب لعيب وتكرهه، بس دي بينك وبين نفسك في تعامل شخصي بقى ما بينكم، انما مش في مصلحه الزمالك او في مصلحه الفرقه. ده اللي انا شايفه، ودي وجهه نظري. وانا شايف ان البقاء على محمد عواد هو الاولى. طيب، الموضوع اللي بعد كده عندنا ان الزمالك تم التعاقد مع محمود الاسود، لاعب نادي الكرامه ومنتخب سوريا. وهو طبعا صفقه المفروض يعني ان شاء الله ان يكون لها اضافه داخل نادي الزمالك، وتبقى من الصفقات ان شاء الله المثمره يعني. وهو كان المفروض يجي في انتقالات الشتويه اللي فاتت، لكن الصفقه وقفت على حاجات بسيطه واتاجلت، وبعد كده الزمالك اشتغل عليها لحد ما خلصها زي ما اعلن. بس انا هنا تعليقي في حاجه بسيطه قوي. انت كنت محتاجه في الشتاء، وجماهير نادي الزمالك كلها قعدت تنادي محتاجين واحد بديل لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي ممكن يتصاب، راح مصطفى شلبي اتصاب. عشان يثبت كلامنا الحقوا عايزين بديل، مفيش. قال لك لا اصل جوميز قال لك لا مش عايز زحمه ايه؟ ادينا دلوقتي هو عمالين نلصم في الحته بتاعت مصطفى شلبي، وشويه زيزو يلعب وشويه شيكابالا يلعب. طب وليه؟ ليه ما خلصناش في الشتاء؟ حاجات بسيطه، ده هو اصلا كله على بعضه رقمه مش كبير. فانا شايف بصراحه ان لا، كنت لازم تخلص في الشتاء، مش جاي دلوقتي تفرحني بيها. انا احتياجي دلوقتي، انا عندي ماتش سوبر مثلا، ماتش نهائي الكاس وان شاء الله باذن الله نكسبه، ممكن نلعب سوبر افريقيا ان شاء الله، عندك برضو الكونفدراليه. طب ليه ما يبقاش متواجد من البدايه؟ يعني ليه الفكر كده؟ ما احنا دلوقتي زي برضو موضوع الباك الشمال والمدافع، قعدنا نقول محتاجين باكات، محتاجين باك شمال بالذات، محتاجين باك شمال. فتوح اتصاب، عبد الشافي اتصاب. طب ليه؟ وقعدنا نقول هات ومش عارف، مفيش. معرفش ليه، مع ان احنا عاملين صفقات كويسه والدنيا ماشيه كويس وحلنا ازمات ومشاكل ما تتحلش. بجد الاداره بجد حلت ازمات ومشاكل صعبه جدا. طب ليه في التفاهه ما بنعملش؟ يعني ليه متاخرين في حاجه زي كده؟ طبعا هي صفقه كويسه، انا ما بقولش مثلا لا ما كانتش تمت، بس احنا كنا محتاجينها بدري. ما دام كده عملناها، طب ليه ما خلصناش في الشتاء؟ ما هو ده برضو حاجات غريبه بتحصل، حاجات ملهاش لازمه. فطبعا محمود الاسود صفقه كويسه ان شاء الله زي ما بقول لك يبقى ليه اثر، لكن كنت اتمناها في الشتاء. اخر حاجه بقى عايز اتكلم فيها هو موضوع منتشر، ان الزمالك ليه هيجيب رمضان صبحي. المفروض ان رمضان صبحي ان شاء الله بنسبه كبيره جدا 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 هيكون متواجد في نهايه الموسم في نادي الزمالك، وهو كان من الناس اللي محطوطه في الانتقالات الشتويه، لكن زي ما قلت لكم قبل كده في اولويه، وهو كان هيجي من بيراميدز فهيدفع فيه فلوس ومش هيلعب معانا كمان في الكونفدراليه، ففي اولويه ناس ممكن تيجي تبقى افضل في الوقت الحالي. لكن رمضان صبحي بنسبه كبيره متواجد في نادي الزمالك في نهايه الموسم. ففي ناس بتقول لك لا مش عايزينه، احنا عايزين بن شرقي. طبعا بن شرقي صفقه
لا غبار عليها وما اقدرش افتح بقي في كلمه، وبن شرقي من احسن الوينجات اللي جت عندنا في نادي الزمالك. لكن هو رمضان صبحي وحش؟ رمضان صبحي بجد مش عايز اقول لك ان هو احسن وينج شمال في مصر. سيبك بقى ان هو في بيراميدز ما اداش او هو بيلعب في مكان تاني او لا، الزمالك غير. الزمالك عنده جمهور يحرك الحجر. تمام؟ طيب رمضان صبحي هيجي يلعب بغل، هيجي يلعب معاك عايز يكسب بطولات، عايز يرد. الحاجات دي مهمة. وبعدين انت بتقول لي اصل انت هتدفع فلوس لرمضان صبحي، اصل مش عارف ايه، وبن شرقي. طيب بن شرقي لو جه مش هياخد اقل من 2 مليون دولار. دي ما فيهاش كلام يعني. وهو كان قبل كده حاطط ده للزمالك، فما عرفناش نجدد معاه. طيب رمضان صبحي هياخد كده؟ ما اعتقدش. طيب دلوقتي اصلا بيراميدز بقالها فتره بتتكلم مع رمضان ان انت شوف عرض، لو عايز تمشي امشي، احنا خلاص يعني احنا مدينه الضوء الاخضر، شوف لك عروض، كلم وكلاء، شوف بره بقى جوه، شوف وهنسهل لك الدنيا، مش هنقف في طريقك، عايز تطلع اطلع. خلاص هم شايفين ان رمضان صبحي ما بيدهمش اللي هم مستنيينه، وفي نفس الوقت طبعا هو بياخد ارقام كبيره هناك في بيراميدز، فهيجي لك عندك انت دوافع تانية ينفع تتكلم فيها. فاكيد مش هياخد الارقام اللي بياخدها في بيراميدز. هتبدا تتناقش معاه وتتكلم معاه، فتبدا تلمعه تاني وترجعه تاني، زي ما انت بن شرقي برضه جالك وهو كان مطفي، وافضل فتره في حياه بن شرقي على الاطلاق كان في الزمالك. ووارد جدا على فكره ان بن شرقي يرجع وما يبقاش زي الاول. مش معنى كلامي ان انا مش عايز بن شرقي، ده انا اتمنى، بس مش عايز اعتراض. يعني احنا النهارده رمضان صبحي وحش؟ لا، ممكن نجيب الاثنين. ايه المشكله يا عم؟ يعني ايه المشكله نحاول نجيب الاثنين؟ يبقى انت عندك بن شرقي في الملعب وبديله رمضان صبحي، وممكن رمضان صبحي ساعات بيلعب 10. يعني رمضان صبحي متحرك، لعيب جوكر بيلعب في كذا مكان. فايه المشكله في كده؟ ما انت عبد الله السعيد مش هيكمل معاك كتير برضه، وشيكابالا برضه مش هيكمل معاك كتير، فانت محتاج لسه. فايه المشكله؟ ده يبقى الكلام. انما انا اقول مثلا لا انا مش عايز رمضان عشان بن شرقي، لا انا مش شايف ده بصراحه كلام صح، لانه طالع من كوادر في نادي الزمالك. لا ما ينفعش، لا انا شايف ان هو ما ينفعش. رمضان صبحي لعيب سوبر، لعيب رقم 1 في مكانه في مصر، ما فيهاش كلام. سلام.